الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. قبل يومين انتشرت أخبار عن وصول قائد قوات سوريا الديمقراطية إلى باريس للاجتماع مع وفد رسمي من حكومة أبو محمد الجولاني برئاسة وزير خارجيته الشيباني. هذه الأخبار بصرف النظر إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، سواء كان الاجتماع في باريس أو في أي عاصمة عربية أو أوروبية أخرى، هذه الأخبار أكدت شعبية مظلوم عبدي، ليس فقط ضمن أوساط الموالين لقسد، لكن يبدو لي أنه دائرة قسد وشعبية قسد وتحديدا شعبية مظلوم عبدي في اتساع وفي تزايد بين الأوساط السورية، سواء من أبناء محافظة السويداء أو في الساحل السوري أو حتى ضمن السوريين العرب المسلمين السنة وضمن المسيحيين أيضا. إذا أردنا أن نطرح سؤال، يعني طيب ما هي نسبة شعبية أبو محمد الجولاني حاليا، سابقا وحاليا؟ بين الدروس يمكن نلاقي يعني 1 2 3 مثل ليث البلعوس، يعني ممكن نلاقي بين الساحل السوري كمان ليث بلعوس آخر. بين الكرد هنالك من الكرد بشكل مباشر أو غير مباشر يتوددون وكذا، وخاصة أصحاب الميول الإسلامية، يعني الميل الإسلامي أو الميل السلفي الأخواني، هنالك من يتودد إلى هذه الحكومة، وهنالك يعني مرتزقة مثل عبد العزيز التمو، مثل رديف مصطفى، موجودين أيضا ضمن أو محسوبين على الكرد، لا يخفون يعني تملقهم وتزلفهم لحكومة الجولاني. في الأوساط المسيحية أيضا، أنا إذا أجرينا مسحا أو رصدا أو استطلاعا، يعني ما مدى شعبية الجولاني أو الشعبية التي يحظى بها الجولاني في الأوساط المسيحية، سريان، أرمن، كلدان، آشوريين، روم. فالموضوع مش مسألة إنه الخبر صحيح ولا مش صحيح، الموضوع إنه كشف نشر ذلك الخبر مدى الشعبية والترحيب يعني والتشجيع. هذا يعني إنه نظام أبو محمد الجولاني يتراجع داخليا، بينما قسد تتسع شعبيتها. طبعا معروف للقاصي والداني صناعة الزعيم، يعني في سواء في المجتمعات الشرق أوسطية أو حتى في العالم. أبو محمد الجولاني اشتغلوا عليه كتير، إلى درجة أنه الأمريكيين دخلوا ودربوا أبو محمد الجولاني كيف يحكي، كيف يجلس، كيف ومدربه روبرت فورد. روبرت فورد على فكرة يعني موقفه من الكرد ومن مظلوم عبدي ومن قسد سلبي، روبرت فورد. فالأمريكيين اللي عندهم شغل أو بزنس مع الأتراك مثل توم باراك، أو إلهم يعني ما بيستلطفوا الكرد، مش كل الأمريكيين أحباب الكرد يعني. فهدلون حاولوا دعم
أحمد الشرع على أكثر من مستوى. دخلت على الخط يعني قنوات التلفزة العربية والإعلام العربي عندما شافت أنه المصالح تتقاطع إلى حدٍ ما مع نظام أحمد الشرع، مصالح اقتصادية طبعًا بلبوس ديني وطائفي وقومي ومن هالقصص هي يعني. لكن ما فعله أبو محمد الجولاني قبل استلامه للسلطة بصفقة روسية أمريكية عربية، وبعد استلامه للسلطة هو مجرم حرب. وأنا نشرت على صفحتي استهداف المرافق المدنية وخاصة المستشفيات في القانون الدولي جريمة حرب لن تسقط بالتقادم، أيضا في القانون الدولي، والبوست منشور على صفحتي في الفيسبوك. إذن من اقترف مجزرة مستشفى السويداء مجرمو حرب، والنظام الذي غطى عليهم يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والعسكرية والأخلاقية. والنظام الإعلامي الذي يحيط بالشرع هو أيضا يتحمل المسؤولية الإعلامية والأخلاقية على اقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السويداء. هذه الجرائم واستهداف المدنيين أيضا حدثت في الساحل السوري، وحدثت في مناطق عفرين ورأس العين عندما كان أبو الجوج لسه يعني في رأس العين 2013، يعني كان مبايعا لداعش في 2013 أعتقد. صار هجوم جبهة النصرة على رأس العين، واحتلال عفرين في 2018 كان افترق أبو الجوج عن داعش، لأنه شاف أنه داعش إلى انهيار، يعني بايع الظواهري وبايع بن لادن، بايع القاعدة، المهم القاعدة، ثم افترق عن القاعدة أيضا. هل شخصية، هل تركيبة، يعني كيف تعامل معها بعض السوريين مش كل السوريين بوصفه زعيما، ويعني تمت نمزجته وأسطرته على أنه زعيم السنة والمعادل لصدام حسين في سوريا والمعادل لرجب طيب أردوغان في سوريا، ومن الكلاوات والسخافات والتفاهات، يعني قيل الكثير في هذا الخصوص. لكن تعالوا يعني قبل المقارنة ما بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي لا يفتني التأكيد على نقطة مهمة جدا، أنه النظام السوري نظام الأسدين الأب والابن طوال 5 عقود 6 عقود شيطن الكرد، ويعني على أنهم خونة وعملاء وانفصاليين، وكل ما كان الكردي يطالب بحقوقه الوطنية والديمقراطية داخل سوريا تشتغل آلة الشيطنة والأبلسة التي كانت في حوزة نظام حافظ الأسد وبشار الأسد، والآن في حوزة نظام أبو الجوج أبو محمد الجولاني. هل نجح نظام الأسد في شيطنة الكرد إلى حد ما؟ نعم. البعثنة يعني أو السلوك البعثي تسرب من مؤسسات النظام إلى مؤسسات المعارضة التي استلمت السلطة الآن. طبعا مش كل المعارضة، يعني الإخوان والسلفيين حاليا بقيادة السلفيين. الائتلاف الحاكم في دمشق حاليا هو ائتلاف
جمع الإخوان والسلفيين. طبعًا اللي في نماذج يعني اللي ينطبق عليهم القول الشامي الدارج إنه في كل عرس إله انقرص. مثلًا هند قبوات مجرد ديكور يعني مكياج يعني. امرأة غير محجبة ومسيحية وما بعرف شو، حاطينها وعاطينها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. يعني آآ على حد علمي إنه هند قبوات كانت فاتحة قنوات حتى مع قسد قبل ما تصير وزيرة الشؤون الاجتماعية، مشان تمشّي أمور منظماتها والدكاكين اللي هي يعني فاتحتها وبدها شوية دعم وتمويل دولي. هل نجح نظام حافظ الأسد وبشار الأسد في شيطنة الكرد؟ إلى حدٍ ما نعم. للأسف كانت الصورة مشوهة لدى العلويين ولدى السنة ولدى الدروز ولدى الإسماعيليين وباقي مكونات الشعب، حتى عند الكثير من المسيحيين، نتيجة الضخ الإعلامي، نتيجة الإفساد الاجتماعي، الإفساد السياسي الذي مارسه نظام حافظ الأسد وبشار الأسد على السوريين، وكان الهدف الرئيسي هم الكرد. لكن الآن شيء آخر في تقديري يعني. الكرد بشكل عام قضيتهم، مطالبهم، حقوقهم باتت معروفة لدى الدروز. الكرد بشكل عام وقضيتهم ومطالبهم وحقوقهم باتت معروفة لدى العلويين وبين كل مكونات الشعب السوري. هلا نستثني جزء من التركمان اللي بيشوفوا حالهم أتراك أكثر من رجب طيب أردوغان، هذا موضوع آخر يعني، هي قضية أخرى يعني، ومش كل التركمان، جزء يعني بكل تأكيد. بكر أتاجان وحمزة تكين النمر وهالنماذج لا تمثل التركمان يعني. هنالك تركمان يقاتلون أيضا مع قسد. فالآن صورة الكردي، محنة الكردي، مظلومية الكردي، تراجيديا الكرد في سوريا، هذه الصورة ليست كالسابق، لا على زمن حافظ الأسد ولا على زمن بشار الأسد ولا على زمن أبو محمد الجولاني. الوضع صار مختلفا يعني. هي قصة الانفصال والأكراد مهاجرين السفافات والتفاهات هي ما عاد تنفع يعني، وما عاد إلها يعني الكثيرين ممن يعني انتهجوا هذا النهج الفاشي والعنصري حتى في الأوساط الثقافية والإعلامية السورية شوي شوي عم يتراجعوا عن الخطاب البعثي الإخواني الأردوغاني المناهض للكرد. طبعا لا يمكن أن ننفي أو أن ننكر أو أن نتجاهل أنه الحامل الرئيسي لهذه الصورة الحقيقية والانطباع الحقيقي الإيجابي بالضد من إعلام الجولاني، بالضد من إعلام بشار أسد وحافظ الأسد، هذا الحامل الاستراتيجي كان قوات سوريا الديمقراطية. أنا 14 سنة أو 10 سنوات منذ نشأة هذه القوات وحتى قبلها يعني انتقدت كثيرا حزب العمال الكردستاني وما زلت أنتقد باللغة الكردية وباللغة العربية. انتقدت كثيرا قوات قسد، قوات سوريا الديمقراطية. المشكل الرئيس يعني كان موضوع حزب العمال الكردستاني، فما حدا يجي زايد علي في هذا الخصوص، لا من الكرد ولا من العرب يعني. الموضوع قضية سوريا قضية وطنية والمشاكل الداخلية وفشل
نظام أبو محمد الجولاني في إدارة هذه المشاكل حتى هذه اللحظة. بكرة تضبط أموره، يراجع نفسه من تلقاء نفسه بضغط خارجي، بضغط عربي، بضغط إقليمي، بضغط دولي، هذا موضوع آخر. الآن على الرهن النظام، نظام أبو محمد الجولاني الذي ارتكب مجازر وارتكب جرائم حرب في السويداء وفي الساحل السوري وفي عفرين وحتى في إدلب، وساقط سياسيا وأخلاقيا، ومع وجود الرعاية أو الدعم العربي أو الدعم الدولي أو الانفتاح الدولي، لأنه الدعم العربي والدعم الإقليمي والدولي يسعى إلى تطوير وإعادة تدوير هذا النظام. إذا فشل خلاص بيرفعوا إيدهم من على هذا النظام وبيجيبوا واحد تاني. البدائل، من هم البدائل؟ يعني في المحيطين مثلا بأحمد الشرع، من هو البديل؟ إذا الإسرائيليين كما أشيع في الأخبار وما نشر أنه أوقفوا خطة اغتيال الشرع. طيب إذا اغتالوا الشرع أو جرى اغتيال الشرع داخليا، من هو البديل؟ لا يوجد بديل. البديل الأبرز والأكثر حظيا بالتوافقات الداخلية السورية لمرحلة انتقالية هو مظلوم عبدي، هو قائد قوات سوريا الديمقراطية. وسأقول لماذا. يعني وللعلم يعني بعد سقوط نظام صدام حسين، والكل يعرف إذا تم ترك منصب رئاسة الدولة للعرب الشيعة والسنة في العراق لكانوا حتى هذه اللحظة يتقاتلون على هذا المنصب. بعد صدام حسين من أتى لرئاسة العراق؟ والعراق ضعف سوريا جغرافيا وضعف سوريا سكانيا وحتى اقتصاديا، ودولة مهمة، دولة كبيرة، دولة استراتيجية. بعد سقوط صدام حسين كردي معارض لصدام حسين أتى واستلم هذا المنصب، ومن الرئيس الراحل جلال طلباني وحتى هذه اللحظة الكرد يستلمون إدارة العراق. لكن هل رئاسة العراق تتحمل جزء من مشاكل العراق؟ نعم، لكن بالدرجة الأولى رئاسة الحكومة، لأنه رئاسة الحكومة كانت حتى هذه اللحظة يعني خاضعة للأمر والمرجعية الإيرانية. هنا يعني بيت القصيد ولب المشكلة. مقصدي مما قيل أنه حتى لو تولى مظلوم عبدي رئاسة سوريا كمرحلة انتقالية، في تقديري أداؤه في التعامل مع المكونات السورية سيكون أفضل بكثير من أبو الجوج أبو محمد الجولاني، بكثير، مهما اختلفنا مع مظلوم عبدي. مظلوم عبدي لم يقترف مجازر في حق الساحل ولا في حق الدروز ولا في حق المسيحيين. إذا عنده مشاكل مع الكرد، مع المعارضين، وتلك المشاكل مع الكرد المعارضين طويت صفحتها بمؤتمر القامشلي ووثيقة القامشلي التي أبرمت ما بين حزب الاتحاد الديمقراطي أو قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي. الآن مسؤولين قسد لا يتحدثون فقط، حتى ولو لم يكن هنالك مندوب أو ممثل للمجلس
الوطني الكردي، لكن الخطاب فوزة اليوسف عندما تقول لا نتنازل عن حقوقنا، وهذا آخر تصريح لفوزة اليوسف، أعتقد بل أجزم أن هذا الخطاب هو خطاب المجلس الوطني الكردي، وهو خطاب كل الكرد، الإصرار على المطالب الكردية والهوية الكردية والحقوق الكردية في سوريا. هذا الإصرار سواء خرج من عبر تصريح من الأستاذ محمد إسماعيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، أو رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا، أو من فوزة اليوسف، هو تصريح يلبي تطلعات الكرد السوريين يعني. فأحيانا يصار إلى القول وأين المجلس الوطني الكردي وليش المجلس، يعني ندقق في المواقف، إنه هذه التصريحات التي تصدر عن قيادات قسد هل هي منسجمة مع وثيقة القامشلي أم لا؟ أنا في تقديري منسجمة، ومنسجمة إلى حد كبير. إذن مهما اختلفت مع مظلوم عبدي أجده الآن وليس غدا يعني مناسبا جدا لقيادة المرحلة الانتقالية، لريثما تزول هذه الغمة أو هذا السعار الطائفي أو هذا التهافت في الخطاب الإعلامي والثقافي والسياسي لدى قطاعات لا بأس بها من السوريين، وقصة بني أمية وقصة السنة ومظلومية السنة ومن الكلام الفارغ يعني. شو مظلومية السنة؟ أنا ذكرت في فيديوهات سابقة أن النظام الحاكم في سوريا كان نظام سني برأس علم، والذين اقترفوا المجازر من النظام السابق جزء كبير منهم كانوا سنة اقترفوها بحق السنة، وهذا سلوك قديم يعني منذ الستينات، منذ أمين الحافظ حتى، يعني مش شيء جديد يعني. إذن رأيي أنه نعم، أنا مع تولي مظلوم عبدي رئاسة سوريا كمرحلة انتقالية ريثما تستقر الأمور، لأنه الرجل ليس في سجله انتهاكات في حق العلويين، ليس في سجله جرائم حرب في حق العلويين وفي حق الدروز وفي حتى في حق العرب السنة الآن، يعني منذ موضوع داعش حتى يعني الاشتباكات كانت ما بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش حرب حقيقية، حرب حقيقية بين دول. من طبائع الأمور أن تحدث هنالك انتهاكات. هل هي مدانة؟ نعم، أنا أدنتها في وقتها. ما يجي حدا يقول وأين كنتم وشو سويتوا وماذا عن انتهاكات قسد. انتهاكات قسد أنا أدنتها، وأصدرنا بيانات وجمعنا توقيع وكل التفاصيل. أنا أدنت هذه الانتهاكات في لحظتها، وأي انتهاكات جديدة سأبقى أدينها، لكن سجل الانتهاكات الموجود خف بشكل كبير. الآن هم يترصدون، يعني قتل طفل، قتلت امرأة في الدير في الرقة هكذا، بينما يعني في الساحل السوري عشرات ومئات النساء والأطفال قتلوا، في السويداء عشرات ومئات الأطفال والنساء والرجال والشيب والشباب قتلوا. هؤلاء الذين يتحدثون عن طفل في الرقة
أو امرأة في الدير أو رجل من القصص من هذه الانتهاكات المدانة أيضا يعني، حتى ولو كان شخصا واحدا، لكن لا يرون الفظائع وجرائم الحرب التي يقترفها نظام الجولاني في المناطق الأخرى. وما في حرب يعني، الصراع بين قسد و وداعش كان جزء من التحالف الدولي. إذا رأيي وتقديري للأمر أنه نعم، أنا مع تولي مظلوم عبدي لرئاسة سوريا في مرحلة انتقالية، وأعتقد أنه العرب السنة سيكونوا رضيانين أكثر من الكرد، والمسيحيين رضيانين أكثر من المسلمين، والعلويين رضيانين أكثر من الدروز، والدروز رضيانين أكثر من السنة والعلويين والكرد، في حال استلم مظلوم عبدي كمرحلة انتقالية رئاسة سوريا. في بداية حديثي عن المقارنة ما بين مظلوم عبدي وأبو محمد الجولاني، وما هي مستويات شعبية أبو محمد الجولاني بين العلويين، بين الدروز، بين الإسماعيلية، بين المسيحيين، الأرمن، السريان، الآشوريين، وحتى ضمن العرب السنة أيضا يعني. أنا أشكك كثيرا في ما يروج على أنه هنالك إجماع من العرب السنة حول أبو محمد الجولاني. هلا واحد بألمانيا عنده جنسية ألمانية بيطلع ويبايع، سواء كان زعيم قبيلة أو شخص عادي فليتفضل. الهبرة والزبرة والما بعرف شو هدلون الموجودين في تركيا وفي فرنسا يتفضلوا على سوريا وينعموا بنظام بديمقراطية ويعيشوا في جنة أبو محمد الجولاني. الكلام البعيد هذا يعني حكي فاضي يعني. فالمقارنة ما بين الاثنين عندي شوية نقاط هيك حتى المتابع العربي يفهم هذا الكلام بشيء من التعقل والتدبر والموضوعية، بعيدا عن من الخطاب الشعبوي والسخافات والتفاهات اللي بنشوفها في الإعلام الرسمي وفي الإعلام الموازي. مظلوم عبدي انتسب في فترة الشباب، فترة الدراسة الجامعية، إلى حزب العمال الكردستاني. نفس القصة أبو محمد الجولاني انتسب للقاعدة وللجماعات الغير السورية، وكان في خارج الحدود يقاتل الأمريكيين. هنالك تقاطع يعني مظلوم عبدي كانت قضيته كردستان والمطالب الكبرى وحقوق الكرد وتحرير كردستان وقضية الكرد في تركيا وفي كل مكان. هذا أيضا أبو محمد الجولاني حسب السردية الرسمية عن قصته انتسب للجماعات التكفيرية السلفية الإرهابية التي فظعت وشنعت في العراقيين يعني. في هذا الإطار هنالك تقاطع في هذا التفصيل مع بعض الاختلافات. الأهداف والمشاريع ذكرت أنه أبو محمد الجولاني كان مشروعه دولة الخلافة ونصرة صدام حسين ونصرة المسلمين وأبو مصعب الزرقاوي من هالقصص هي. مظلوم عبدي أيضا كان نصرة شعبه الكردي في تركيا يعني ضد الحكومة التركية وقمع الحكومة التركية للكرد وإرهاب الدولة المنظمة الذي مارسته تركيا منذ نشأتها وحتى قبل فترة قريبة جدا
ضد الكرد. إذن المشاريع أيضا كانت مشاريع خارج الحدود السورية الاثنين. نقطة ثالثة، أبو محمد الجولاني أبو الجوج قاتل مع داعش، لكن مظلوم عبدي خاض حربا ضد داعش مع تحالف الدولي. أبو محمد الجولاني كان يقاتل الأمريكيين والتحالف الدولي، بينما مظلوم عبدي كان على الضفة الأخرى. وللعلم يعني مظلوم عبدي شكل قوات سوريا الديمقراطية وابتعد عن حزب العمال الكردستاني حتى دون أن يعلن استقالته بشكل رسمي. ابتعد عن حزب العمال الكردستاني قبل أن يبتعد أبو محمد الجولاني عن داعش. يعني هو الجولاني استبدل داعش بالقاعدة، ترك داعش وبايع القاعدة ثم افترق عن القاعدة. يعني هذا الرجل مظلوم عبدي منظمة واحدة فقط هي حزب العمال الكردستاني تركها، بينما أبو محمد الجولاني غير، عدل وبدل من داعش للقاعدة لجبهة النصرة لهيئة تحرير الشام وكل هالقصص اللي بتعرفوها عن تجربة هذا الرجل. بحسب حسن الدغيم شريك أبو محمد الجولاني في السلطة حاليا، حسن الدغيم شتم وأهان يعني أبو محمد الجولاني في نسبه، في أصله وفصله ودينه ووطنيته وشرفه، ما خلى سطر مغطى. حسن الدغيم أعتقد وقلتها سابقا وأكرر، ينبغي أن يكشف لنا حسن الدغيم عن كل الإجابات التي حصل عليها على كل الأسئلة التي طرحها في فيديوهات سابقة حول أصل وفصل ونسب وهوية ووطنية ودين أبو محمد الجولاني. ما بيصير الآن حسن الدغيم شريك للجولاني مع وجود تلك الأسئلة التي طرحها هو معلقة بدون إجابة. أكيد استحصل على الإجابة وشاف أنه أصل أبو محمد الجولاني مش مجهول النسب حسب حسن الدغيم، وأنه دينه صحيح، وأنه وطني، وأنه كل التفاصيل اللي حكاها ينبغي أن يكشف عنها حسن الدغيم الآن كي يخبرنا، وكل آل الدغيم، مش بس حسن الدغيم، زعيمهم حسن الدغيم، حتى أنس الشاعر السوري. إذن حكى حسن الدغيم وأكرر كلامه، يعني أنه حتى على مستوى الدراسة في فترة الجامعية، في فترة الدراسة وين كان أبو محمد الجولاني، شو درس، شاف مين، قابل مين، راح شرب فنجان قهوة مع صاحباته مع صديقاته. تعرفوا أنه خطابات حسن الدغيم عن أبو محمد الجولاني مش معروف، مش معروف. بينما مظلوم عبدي معروف، إمتى ولد، إمتى انتسب لحزب العمال الكردستاني، متى درس في جامعة حلب، كل هالتفاصيل ال يعني ما في شيء مخفي. أبوه مين، أمه مين، عشيرة في أي عشيرة، من أي قرية، من أي مدينة، كل هالتفاصيل معروف. هذه التفاصيل معروفة عن مظلوم عبدي.
بينما يعني مظلوم عبدي مش مجهول النسب، العائلة والعشيرة والقرية والمدينة كل التفاصيل، بينما من يقود حاليا سوريا ما زال مجهول النسب، ما جاء يعني ما في شيء موثق. أنصار النظام الحالي في الإعلام واللي بيشتغلوا يا ريت يعني يفبركوا له قصة لحتى تنتهي هذه الأسئلة ونطوي هذا الملف. العمل العسكري، مظلوم عبدي كان قيادي وميداني بارز في حزب العمال الكردستاني، ومباشرة يعني كان يقود العمليات العسكرية، وصل إلى آه، القيادة الميدانية والقيادة العليا في حزب العمال الكردستاني، ووصل حتى يعني عضوية اللجنة المركزية في هذا التنظيم. لكن الآن هنالك افتراق ما بين مظلوم عبدي، افتراق غير معلن تفاديا للتصادم يعني بين مظلوم عبدي وحزب العمال الكردستاني. يعني في تقديري حتى فيما يتعلق بالجانب العسكري، بالخبرة العسكرية، بالخبرة السياسية، مظلوم عبدي يتفوق على أبو محمد الجولاني. إذن الجولاني مجهول النسب، مظلوم عبدي معروف النسب والدراسة والانتماء والتفاصيل على مستوى الأنساب. يعني هل هو سوري ولا غير؟ هو سوري سوري ونص يعني، وولد على الأرض السورية ودرس على الأرض السورية. هذا الثاني يقال أنه ولد في السعودية، يقال، يعني مش معروف حتى هذه التفاصيل أيضا. يعني إذا يعني هم على طرفي نقيض فيما يتعلق بالتجربة، وأية مقارنة الآن يعني بين مظلوم عبدي وأبو محمد الجولاني، كفة مظلوم عبدي ترجح وطنيا، عسكريا، سياسيا، وشعبيته في تزايد. هلا يعني إذا طرح علي هذا السؤال، هل أنت راضي عن مظلوم عبدي؟ لا. هل أنت راضي عن قسد؟ لا. لكن هم جماعة الجولاني، حكام دمشق الجدد، بني أمية، بعجرهم وبجرهم وموسى عمرهم وكوسى عمرهم، كل هذا النظام بسلطاته ببغنوجه بكل حباشاته، ومستوى السفالة والنذالة التي نلحظها في أداء هذه الحكومة، جرائم الحرب التي اقترفوها في الساحل السوري وفي عفرين وفي السويداء، مجمل هذه الفظائع تدفعنا دفعا نحو تبني خيار قوات سوريا الديمقراطية. مش لأنه قوات سوريا الديمقراطية همة الهمم وقمة القمم ومن لا، لكن أكثر انضباطا، نعم. أكثر تسليحا، نعم. أكثر وطنية، نعم. أكثر قتالا ضد الإرهاب، نعم. نظام أحمد الشرع وأبو محمد الجولاني فيه دواعش، ما زالوا دواعش، مش انفصلوا عن داعش، ما زالوا دواعش. لكن قوات سوريا الديمقراطية هي ضد داعش، نشأتها ضد داعش وستبقى ضد داعش، ولن تدخل في ائتلاف حكومي مع تنظيم داعش الإرهابي. وتنظيم داعش الإرهابي بكل تأكيد ما بده
سوريا لا مركزية، سوريا فيدرالية، ما بده هالقصص، همه دولة الخلافة والعودة للسلف الصالح ومن الكلاوات والقصص هي. وبنو أمية أصلهم أصلهم شو؟ أصلهم مثل أصل محمد أحمد الشرع، مجهولي يعني، بترجعوا ل نسب عمرو بن العاص، ولا نسب أبو سفيان، ولا نسب معاوية، ولا هنالك قصص كثيرة في هذا الإطار، لست بصدد الخوض فيها مشان ما يصير قيل وقال يعني. المراجع الإسلامية السنية تقول ذلك، مش أنا. هنالك علامات استفهام حتى في هالقصص يعني. ف ف يعني لا تحملوني مسؤولية ما هو موجود في كتب التراث الإسلامي. المقاربة بين والمقارنة بين هذين الشخصين الآن كفة مظلوم عبدي ترجح. وإن سألتموني من ستختار، قولا واحدا وبدون تردد ومع كل الاختلاف ومع كل الانتقادات، سأختار قوات سوريا الديمقراطية، وسأختار مظلوم عبدي رئيسا لسوريا في مرحلة انتقالية حتى تستقر البلاد على شكل معين يرضي كل السوريين. أكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في مواضيع أخرى. دمتم بألف خير.